في وقت ما الكل بيسيبك ويفضل يتفرج عليك وانت بتقع، بيبقى في واحد بس بيفتح لك بابه من غير شروط. ناس لو الدنيا كلها قفلت وشها في وشك هيفتحوا هم قلوبهم ليك، هم أهلك، هم السند الحقيقي وقت ما رجلك بتتهز. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهاردة هنحكي حكاية عن الأهل والسند. والحكاية بتقول: كان في شاب اسمه آدم متفوق في دراسته، محبوب من صحابه، وكان دايما شايف انه قادر يعتمد على نفسه. لكن الدنيا ساعات بتغير كل حاجة في ثانية. في سنة من السنين وهو في الجامعة اتعرض لمشكلة كبيرة، اتظلم في شغله الجزئي واترفض ظلم، وبعدها جات له صدمة نفسية، وبعدها ساب الدراسة. الناس كلها بدأت تلمح وتتكلم: آه، ادي ابن فلان وقع، طلع كان طالع وفالح وبقى دلوقتي فاشل. وشوف النهاية، آدم اتكسف وما بقاش بيخرج ولا بيتكلم مع حد. بس في عز الزعل ده كان كل يوم يلاقي أمه داخل عليه بطبق الأكل اللي بيحبه وتقوله بصوت هادي: أنا واثقة فيك يا ضنايا، هتقوم وتقف أحسن من الأول. وأبوه كان كل يوم يدخل يسأله: عايز أي مساعدة؟ محتاج أي حاجة أعملها لك؟ طب أجيب لك اللي نفسك فيه؟ أنا في ظهرك ومش هسيبك. الناس سابته، بس أهله سندوا، وبدعمهم رجع آدم للدراسة واشتغل من جديد وحقق حلمه اللي كان خلاص نسيه. وفي يوم التخرج وقف على المسرح وقال: أنا منجحتش لوحدي، أنا أهلي هم اللي قاموا بيا. ولو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي، صلوا على النبي في كومنت. وانا عايزه اقول لكم ان مش كل سند بيبان في الصوره. في سند في الدعاء، في سند في حضن، في طبق اكل، في كلمه طيبه. الاهل مش دايما معاهم فلوس، بس دايما معاهم حب واحتواء، وده اغلى حاجه. وفي النهايه اللي عنده اهل بيحبوه عمره ما هيقع، ولو وقع هيلاقي حضن يرفعه من تاني. فضلا وليس امر، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبيبي.